بعد إعلان المدرب الوطني محمد وهبي عن قائمة المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم، بدأت الجماهير في تحليل الأسماء المختارة والبحث عن أبرز الملاحظات في هذه اللائحة. وبشكل عام يمكن القول إن الاختيارات جاءت متوقعة إلى حد كبير دون مفاجآت قوية، باستثناء أيوب الميموني الذي أثار فضول الكثير من الجماهير باعتباره وجها جديدا نسبيا. ويبدو أن وهبي اعتمد بشكل واضح على مبدأ التوازن بين الجاهزية والخبرة، مع الحفاظ على الركائز الأساسية التي تمتلك قيمة فنية كبيرة وتجربة دولية مهمة داخل المنتخب. كما تبدو المنافسة قوية للغاية في خط الوسط، خاصة مع حضور بوعدي اللاعب الذي فضل تمثيل المغرب رغم اهتمام المنتخب الفرنسي به، ما يمنح المنتخب إضافة مهمة على مستوى الجودة والخيارات. الآن وبعد الكشف عن القائمة بشكل رسمي، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح المنتخب المغربي في تكرار إنجاز مونديال قطر؟ أم أن أسود الأطلس قادرون هذه المرة على الذهاب أبعد من ذلك؟